الموضوع الثاني اللي راح نهضروا عليه هو موضوع انا كنت صورته عندي شحال ملي خدمت هذه القضيه. درت حلقه خاصه على ضحايا عمليات التجميل، ماشي من زاويه طبيه ولكن من زاويه انسانيه. هذه واحد الاخت منا من العاصمه. كان باقي على زواجها اشهر قليله يعني، وكانت كابره بواحد اختلاف في الجسم تاعها. اختلاف يعني في منطقة الصدر، كان عندها اختلاف، كبرت بهذاك الكومبلكس. وكان راجلها قال لها باللي يا ودي انا خطبتك به وما عنديش مشكل يعني، حدك ديري ريجيم. هذا ما كان يقالها انا نحبك بلي ديفو اللي راكي فيه، ماشي هذا هو ماشي هذا هو الصح. ما هي كانت مقتنعة انه هذا الشيء اللي فيها لازم يتبدل. وحنا في الجزائر الدومين تاع عمليات التجميل احنا ما نعرفولوش بزاف شغل، ماشي ما عندناش فريمون معلومات على الدومين تاع عمليات التجميل في الجزائر، باستثناء واش يقولوا لنا لي تيك توكر، لي انفلونسوز، لي انفلونسور، لي بوب يعني. هذا واش هذا سينو ما نعرفوش يعني احنا. وعاده علاش الموضوع مهم؟ باسكو حنا كاين واحد الناس يقول لك يا ودي ما نتاثروش، حنا نديروا فولو نتابعوا بصح ما نتاثروش. هذوك نوري لكم باللي ما كاش منها يعني، تتاثر يعني. السيده هذه نسيت وين حبست. ايوه، على لي انفلونسور. جينيرالمون كيشوفوا لي بوب تاع لي تيك توكر، لي انستغرامور ولي انستغراموز زعما كيديروا لنا بوب يعني. جينيرالمون الريزولطا يكون مليح. علاش يكون مليح؟ لانه هذيك العياده ما البرون با ان ريسك مع انسان معروف، باسكو الانعكاسات راح يكونوا كبار. سي بور سا يخدموا له بيان ولا يخدموا لها بيان سورتو. هما جينيرالمون النساء ماشي الرجال، باسكو الرجال جو بونس حدو يدير لك زعما تبيض اسنان ولا زراعه شعر ولا يعني، هذا هو الحد يعني جو تاع الرجال يعني، ما كاش حاجه واحده اخرى. عكس النساء اللي عندهم عده مجالات في التجميل يعني، ويقنعوا الانسان ولا الانسانه الساذجه باللي يا ودي انت بحاجه الى هذا العفسه. ساخت كاين ناس بحاجه الى تحسين، كاين ناس بحاجه الى تحسين، خصوصا اللي يزيدوا مع اللي عندهم باك دو لياف شفة الأرنب، ولا اللي عندهم يعني تشوه باين يعني في النيف ولا في الفم ولا في الوجه ولا مرات في الجسم. ساعات كاين الناس بحاجة إلى تحسين يعني، وماشي عيب أنه الطب يكون في خدمة الإنسان باش يحس روحه بيان. بصح إلا عندما يتعلق الأمر بالصحة، كي تولي صحتك في اللعب نعلبوها عملية تجميل. قلت لكم صافي لي كلينيك جينيرالمون ما ياخذوش كيديروا بوب ولا يحكيوا لكم على مشروع معين. اللي يكون يدير لا بوب يديروا له العمليه بشكل جيد. وكاين بالك دي كلينيك يمارسوا هذه الجراحه الترميميه ولا الجراحه التجميليه وفق المعايير، بصح كاين بزاف اللي يمارسوها على النساء الجزائريات بدون ترخيص، يستغلوا السذاجه تاع واسمه. والنقاش تاع هذا الموضوع ما لازمش يحبس عند انه مثلا انا نلوم زعما هذيك السيده اللي راحت دارت عمليه تجميل، نلومها وضاعوا يعني تقلبت عليها الامور، نلومها ونحبس. ماشي هذا هو النقاش ما تحبسش عند اللوم. لوم يا سيدي، اللوم بصح اللوم تاني لا كلينيك، لانه هو يقول لك القانون لا يحمي الاغبياء، بصح هذه راهم دايرين فينا تاريخ. احنا هاد الناس اللي راهم طايحين على الناس بهذه الجمله تاع الاستغباء والنصب والاحتيال الى غير ذلك يعني. دوك نكمل لكم على هذه السيده. هي راح تقول كل التفاصيل في الحلقه، بصح شغل نقول لكم واحد التفصيل مهم جدا. هو قلت لكم راجلها قال لها ما ديريش العمليه لانه انني قانع بك والى غير ذلك يعني. هي تل ممكن عندها الكومبلكس شغل، وتل ممكن مقتنعه بهذه العفسه. كونتاكتات عياده هنا يعني، هي دوك تقول لك بلاصه وين جايه هذه. وهذه العياده غير ما ماتوا فيها 8 نساء، غير ما عندهاش الحادثه بزاف. كونتاكتتهم من اجل الاستشاره، لصقوا فيها باسكو هادو عندهم واحد الاساليب شغل تعيط بالك على نيتك متحير كيفاش ياكلوا لك راسك، تلقى روحك رافد كابتك ورايح عندهم باش دير اوبيراسيون انت بالك لست بحاجه اليها. مسكينه راحت تما دارت العمليه. وشنو هذه؟ ماشي عمليه يعني، لم تكن عمليه يعني.
صدقوني غير الخليقه تاع الانسان هذه خليقتها تبدلت شغل. عمليه تشويه بلا اي ضمير. تحسب شغل بالك لاجون سيكوريتي هو اللي دار لها العمليه. كارثه يعني شغل. وصح بالك ماشي بالك اللي دار لها العمليه، بالك صح ماشي اصلا جراح، لانه وكيل الجمهوريه دوك رفعت عليهم دعوه. وكيل الجمهوريه قال لها بلي هذه العياده ما عندهاش اصلا ترخيص باش تمارس عمليه التجميل. ما كاش ترخيص، لا ترخيص، لا احترام كيفاش يقولوا يعني اللي نورم، ولا احترام المعايير تاع وزاره الصحه، والو 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 والو. وهذا الموضوع مهم لانه ياما نساء راهم بالك راحوا لتما وراهم رايحين لتما راح يدوا هذا القرار. شغل تبدا بحاجه صغيره حتى تولي في حاجه كبيره، باسكو عمليه التجميل فيهم الادمان. فانا تناولت الموضوع عن طريق الضحايا، ماشي طبيا ولكن شغل انسانيا اجتماعيا. والموضوع خطير جدا، صدقوني انه الموضوع خطير، لانه الى روماركيتو مؤخرا شغل تكون طلع في التليفون يبداو يخرجوا لك ليبي تاع زراعه الشعر، تصغير الانف، تكبير الانف، تصغير الشفاه، الى غير ذلك. يعني شغل حاجه مدروسه، حاجه تندار بالعاني. وهذا النساء هذو، الفئه تاع النساء هذو سورتو الماكثات بالبيت، هما مارشي شباب لهاد لي كلينيك اللي يخدموا دائما يخدموا في اطراف المدن، ما يخدموش في السونتر فيل. تحسوا لهم يخدموا انوار، يخدموا في اطراف المدن الكبرى. ويا ما كاين ضحايا، يا ما كاين عمليات. المراه هذه اللي خدمنا احنا معاها تاجل صح البث تاعها، بصح درك جا الوقت تاع البث لانه راهي في اكتئاب حاد. بالك ماشي مستبعد انها بالك دير حاجه ماشي مليحه بزاف يعني، لانه فقدت عضو من اعضائها اللي ربي شغل عطاه لها. بالك كان بحاجه الى تعديل ولا مراجعه طبيه، بصح ماشي بهذاك الشكل. حنا انا المحامي نبيل اماداس والاخصائيه نوال مكيد وانا والفريق وكنا شفنا الدوسي ميديكال تاعها، شفنا الصور، شفنا التطورات تاع واسمو. جريمه يعني، حاجه لا تفوق الوصف، تفوق الوصف. علاش قلت لكم شغل ما تامنوش كلش يعني، ونحذر كل التحذير من هذو عمليات التجميل. هذو تحذير كبير. كان في المستشفيات الجزائريه دي سيرفيس اسمه ماكسيلو فاسيال، جراحه الفك والوجه، تما يريباريو عفايس هكذا طبيا. بصح هادو لي كلينيك اللي راهم صادمين علينا مؤخرا يدوا في الدراهم على حساب صحه. باسكو ماشي زعما عبالكم لو كنت تشوفوا تصاور، قسما انا عندي الاذن ننشر تصاور، بصح لو كنت تشوفوا التصاور تاع المراه مسكينه يعني كيفاش شغل كيفاش ولات حاجه مانيش قادر نوصفها يعني. انسانه كانت بالك بصدر ممتلئ، كانت عندها صح اون انومالي في صدرها، كيفاش يقولوا تكتل كبير للدهون في منطقه الصدر. بصح وين شغل كيما يعني يا محلى كيفاش كانت من قبل مسكينه يعني. شغل حاجه. وهادو تجاره يعني، هادو قاعد يديروا تجاره يعني، لازم نحذروا منهم. علاش قلت لكم بالك كي تسمعوها تهدر تلوموها صح، ممكن كاين اللي يلوم، كاين اللي يتفهم، وجامي تلوم انسان عنده كومبلكس في الكور تاعو، سورتو الا كنت انت انتيك يعني وتشك بيان ومن جامي تلوم انسانه ولا انسان عنده كومبلكس في جسمه، لانه هذا الامر ماشي احنا نحسبوه هين ولا بصح عنده اهميه كبيره. انسان كي ما يكونش الاز انت تروح تستغلو باش ترجعوا شيء اخر يعني، ماشي جسم بشري ترجعوا شيء اخر. فوالا شوفوا غدو الحلقه ونزيدوا نفصلوا عليها، وممكن ننشر الصور تاعها فقط كتحذير يعني. عندنا لا ناقه ولا جمل. غدو ان شاء الله.